قصتنا بتبدأ بعيلة اسمها تشين اللي قاعدين مستنين يرجع الحفيد اللي هيكون رئيس العيلة الجديد. بس الوقت بقى ضيق، ولو ما لقوش شينزو في خلال 3 شهور المنصب هيروح لأخوه الكبير التوأم شينيو اللي طموحه عالي جدا وعايز يستولى على كل حاجة. حاليا شينزو متخفي وبيشتغل كحارس أمن في فندق، لأنه مقتنع إن صاحب الفندق معاه دليل وشهادة على اللي حصل لأمه زمان، ولو عرف الحقيقة هيقدر يسترجع مكانه كرئيس لعيلة تشين. في يوم من الأيام كان في سيدة أعمال كبيرة اسمها مينج، واللي كان معاها تحفة نادرة جدا لكنها بتتعرض لمحاولة سرقة من 2 مجرمين مأجورين. لحسن الحظ شينزو بيتدخل بسرعة وبينقذها، لكن المفاجأة إن الشيء اللي كان مع مينج طلع مزيف، لكن مينج ما صدقتش، فقررت تروح مع شينزو لخبير علشان تتأكد بنفسها منها. ورغم إن شينزو مجرد حارس أمن، إلا إن معلوماته عن التحف القديمة طلعت أوسع وأدق من الخبراء نفسهم، وده خلى مينج بتنبهر بيه جدا لأنها بفضله ما تنصبش عليها واشترت حاجة مزيفة. في نفس الوقت مينج كانت دايما مضايقة من جاكي، رجل أعمال معروف في المنطقة، وكان بيحاول يفرض نفسه عليها لكنها ما بتستلطفوش خالص. ولما الموضوع زاد عن حده مينج قررت تمثل إنها مرتبطة بتشينزو علشان تتخلص من جاكي. مش بس كده، دي بتكمل لدرجة إنها بتبوسه قدامه علشان تبعده عنها تماما. بعدها شينزو سألها ليه عملت كده، فردت عليه إنها كانت عايزة تبعد جاكي عنها بأي شكل. وهنا تيجي المفاجأة، مينج بتعرض عليه اتفاق جواز مزيف بحيث يتجوزها قدام الناس مقابل مبلغ كبير، والغريب إنه وافق بدون تردد. لكن اللي حصل بعدها كان أغرب. شينزو ما استخدمش الفلوس لنفسه، بل اداها لزميله الحارس العجوز باك جوان، لأنه راجل فقير وظروفه صعبة. باك جوان كان ممتن جدا لتشينزو وما قدرش يصدق إن حد ممكن يكون شهم بالشكل ده. وباك جوان كنوع من الامتنان اداله سوار غريب شكله مش عادي، كان ليه أهمية كبيرة. وفي نفس الوقت خبر وجود تشينزو وصل لأخوه شينيو اللي مش هيسكت وهيبدأ يتحرك علشان يمنعه من إنه يستلم منصب وأملاك العيلة. بعد كده مينج رجعت البيت مع تشينزو، لكن أول ما دخلوا أمها انفجرت فيها. كانت غضبانة جدا لأنها اختارت واحد شغال حارس أمن بدل جاكي اللي في نظرها راجل غني ومناسب أكتر. لكن رغم كده جاكي اتفضح واتحط في موقف محرج قدامهم. شينزو اكتشف إن الصور اللي معاه كان في الأصل لأم مينج لكنه مزيف، لكن شينزو ما حبش يكشف خداع جاكي. أما جاكي فبيحاول ينقذ نفسه وبيغير الموضوع وبيستغل نفوذه وبيقنع مينج وأمها يروحوا معاه عشان يقابلوا رئيس مجموعة جانجنان اللي عنده استثمارات ضخمة. لكن علشان يكسب دعم المجموعة مينج اضطرت تشرب كحول رغم إنها مش بتستحمل الشرب، فدوخها وخلاها مش واعية. وهنا جاكي وأمها استغلوا الفرصة وحاولوا يضغطوا عليها علشان تتجوز جاكي غصب عنها. لكن الحمد لله شينزو وصل في الوقت المناسب ولبس بدلة الحارس الأمني بتاعته ودخل ضرب جاكي ضرب محترم وطرده بره المكان. بعدها مينج اللي كانت لسه سكرانة بدأت تغريه، لكن شينزو كان عنده إرادة قوية ورفض يستغل الموقف. بدل ما يحصل حاجة غلط خلاها تنام علشان تفوق وما تعملش تصرفات غير محسوبة. تاني يوم حصلت مؤامرة جديدة في مطعم الفندق. مجموعة ناس عملوا تمثيلية وادعوا إن واحد فيهم اتسمم بالأكل، وده كان خطة أزرى من جاكي علشان يوقع مينج وتشينزو. بس كالعادة شينزو عرف يكشف اللعبة بسرعة ولقى إن الناس دي درس محترم. وهنا كانت المفاجأة، واحد من الناس اللي اتخانق معاه طلع بيعرف شينزو من زمان وكان بيعتبره زي أخوه، فاعتذر له وتراجع عن التمثيلية اللي كان بيعملها. وده كشف إن جاكي هو اللي كان ورا كل ده. في نفس اليوم مدير مجموعة جانجنان باك زانج شاف الصور اللي مع شينزو وانصدم جدا كأنه عارف سر خطير عنه، لكن ما قالش حاجة وقتها. بالليل شينزو ما كانش مسموح له ينام جنب مينج، فاضطر ينام على الأرض. ومينج بدأت تشك فيه لأنها لاحظت إن ناس كتير بتعامله باحترام غريب وكأنه شخص مهم زي مانجيو وباك زانج، وكأنهم عارفين حقيقته الحقيقية. لكن رغم إنه قاعد عندها في البيت هو مش بس بيبات هناك، هو كمان بيحقق في ماضيها لأنه حاسس إنها ممكن تكون عندها دليل على اللي حصل لأمه من 10 سنين. في اليوم التالي مجموعة جانجنان قررت تعمل حفلة ضخمة ودعت كبار رجال الأعمال. جاكي كان ناوي يدي دعوة لمينج عشان تروح معاه ويحاول يقرب منها، لكنه بيتصدم لما بيلاقي دعوة جاية مخصوصة لشينزو وكمان دعوات زيادة لو عاوز يجيب ضيوف. لما بيوصلوا الحفلة الأمن في البداية يمنع شينزو من الدخول، لكنه ينصدم لما رئيس المجموعة ينزل بنفسه ويأمر بأنهم يدخلوا هو وعيلته. لكن بعدها بتحصل مشكلة جديدة، حد بيحاول يتهم شينزو إنه سرق ساعة، لكن الموقف يتقلب ضد جاكي اللي كان بيحاول يلفق تهمة السرقة لشينزو. لكن شينزو بسرعة لاحظ المكيدة وقلب الطاولة عليه، فبقى جاكي هو اللي متهم بالسرقة. في النهاية صاحب الساعة صدق إنها كانت مجرد سوء تفاهم. في نص الحفلة
بتدخل بنت جميلة اسمها هوانج يوهوان، الوريث الوحيدة لمجموعة جانج نان، وبتتصرف كأنها تعرف تشينزو رغم إنه ما يعرفهاش، وده بيخلي مينج اللي بقت بتحب تشينزو تحس بالغيرة. في وسط الحفلة بيتعمل مزاد على حاجات نادرة وفخمة بأسعار خيالية، وباك زانج بنفسه هو اللي بيدير المزاد. تشينزو بيقرر يورط جاكي في مزايدة على حاجة رخيصة، وفعلا بيوقعوا في الفخ. لكن المفاجأة بتحصل مع آخر حاجة في المزاد، تاج ألماس نادر، واللي تشينزو فجأة يرفع سعره لملايين يوان، وده بيصدم الكل ويخليهم يضحكوا عليه باعتباره مجرد حارس أمن. لكن الصدمة الكبرى تحصل فجأة، يظهر باك هوانج ويعلن إن تشينزو مش محتاج يدفع لأن الحاجة هتكون بتاعته مجانا. وهنا يتضح إن باك هوانج مش شخص عادي، لكنه رئيس مجموعة جانج نان، وكان متخفي كحارس أمن زي تشينزو علشان يختبر المرشحين لإدارة المجموعة. باك هوانج يعرض على تشينزو يرأس المجموعة، لكنه بيرفض للأسف. حتى لما يوهوان حاولت تقنعه وتطلب منه إنه يتجوزها رفضها هي كمان، لأنه بيحب ميينج وبس. باك هوانج كان عارف إن وفاة أم تشينزو مش طبيعية، وكان بيحقق في الموضوع، وإنه عاوز يعرف مين اللي جات الأم السنة اللي فاتت، وبيوافقوا إنهم يتعاونوا عشان يلاقوا الحقيقة. شينزو بيشكر يوهوان على الشاي، وبنشوف إن يوهوان وقعت في حبه جدا. بعدها شينزو بيكون في البيت بيحاول يبحث على أدلة جديدة عن مقتل أمه، لكنه كان على وشك إنه يتكشف قدام ميينج، لكن لحسن الحظ بيقدر يخدعها ويبعد شكوكها. لكنه كمان بيلاحظ إن ميينج ما عندهاش أي ذكرى عن اللي حصل السنة اللي فاتت. فجأة بيحصل إعصار والمطر بينزل بشدة، والبيت الكهرباء بتقطع عنه، وميينج بتكون خايفة جدا لأنها عندها فوبيا من العواصف بسبب ذكريات سيئة في طفولتها. لكن شينزو بيطمنها وبيكون جنبها، وده بيقربهم أكتر من بعض، ويبدأ الحب بينهم يكبر من غير ما يحسوا. جاكي اللي كان غضبان بعد ما ميينج رفضته خطف زميل شينزو عشان يهدده يسيب ميينج، لكن شينزو لما ظهر ما كانش خايف منه، وقام ضرب عصابته وأهان جاكي جدا اللي بقى غضبان أكتر من الأول. وفي يوم بيجيله اتصال من باك هوانج اللي بيقول له إنه وصل لأدلة جديدة تثبت هوية القاتل، وبيطلب تشينزو يجي مكتبه. لكن لما بيوصل بيلاقي باك هوانج في لحظاته الأخيرة بعد ما حد سممه وسرق الأدلة. قبل ما يموت بيطلب من تشينزو يحمي حفيدته يوهوان، وبعدها بيلفظ أنفاسه الأخيرة. بعد ما باك هوانج مات قرر تشينزو يبعت رماده في البحر، لكنه حس إن باك هوانج قاتل بنفس الطريقة اللي أمه اتقتلت بيها، فحكى لميينج إن أمه ماتت بعد ما حد رماها من فوق المنحدر من سنة، وهي كانت موجودة وقتها لكنها مش فاكرة أي حاجة. لكن الصدمة حصلت لما عربيتهم كانت هتتعرض لحادث، وميينج اتخبطت في دماغها، وفجأة افتكرت كل حاجة. افتكرت إنها كانت بتصور المنطقة الجميلة وقتها، وشافت أمه وهي بتتقتل. بس المشكلة إن الشخص اللي قتلها شبه تشينزو بالظبط، لكنه كان لابس نظارة. ميينج اتصدمت وبدأت تخاف منه، وقررت تنهي عقد زواجهم وتطلب منه يبعد عنها. لكن شينزو رفض يبعد من غير ما تعرفوا السبب، وهي نفسها كانت مترددة لأنها حاسة إنها لسه بتحبه، ومش متأكدة إذا كانت ذكرياتها دي حقيقية ولا في حاجة غلط. في نفس الوقت حصلت أزمة مالية كبيرة في فندق مينج، لأنها لسه ما قدرتش تدفع مرتبات الموظفين، وخصوصا بعد وفاة باك هوانج اللي كان المفروض يكون المستثمر الرئيسي. لكن مينج قدرت تهدي الموظفين ووعدتهم إنها هتلاقي حل قريب. يوهوان استغلت الفرصة وقالت لمينج إنها هتستثمر في الفندق بشرط واحد، إنها تسيب تشينزو لها. لكن طبعا شينزو رفض تماما، وقال إنه مش شايف يوهوان غير كأخته الصغيرة، وكمان ما يحبش مينج تحس بالغيرة أو سوء الظن فيه. في اليوم اللي بعده يوهوان قررت تروح تعيش مع مينج في بيتها بحجة إنها عاوزة تبقى قريبة من شينزو. مينج ما قدرتش تعترض، لأن يوهوان قوية جدا وبتتحكم في مجموعة جيانج نان اللي ليها نفوذ كبير في المدينة. أما تشينزو ومينج فكانوا مضطرين يقبلوا الوضع، لأنهم خايفين من إن يوهوان تستغل قوتها وتدمر فندق مينج لو رفضوا. لكن المصيبة إن يوهوان قررت تنام في نفس السرير مع تشينزو، وطبعا مينج كانت مش مستحملة الموضوع، فقعدت في النص بينهم عشان تفصل بينهم. في اليوم التالي يوهوان عملت حركة جريئة جدا، وهي في الفندق وقفت قدام كل الناس وطلبت من شينزو يتجوزها رسميا. كل الناس اتصدمت، لكن شينزو رفضها بطريقة محترمة، وقال إنه مستحيل يخون مشاعره تجاه مينج لأنه ما بيحبهاش، والزواج مش بالإجبار. جاكي وصل له خبر باللي حصل، فقرر يستغل الفرصة واتفق مع يوهوان علشان يشوه سمعة مينج قدام الناس. ففجأة بدأت إشاعة تنتشر إن مينج خطفت رجالة وسرقت شينزو من يوهوان. الحمد لله كان في ناس وقفت مع مينج وقدروا يطردوا المأجورين اللي جابهم جاكي ويوهوان علشان يعملوا فتنة. لكن يوهوان ما كانتش فاهمة إنها بتلعب بالنار، لأنها كانت بتتعاون مع جاكي اللي أصلاً شغال مع تشينيو أكبر عدو لشينزو.
أما تشينزو فكان عارف إن أخوه تشينيو عرف بمكانه خلاص، فقرر يوافق على إنهاء عقد زواجه مع مينج علشان مينج ما تتورطش أكتر في المشاكل اللي جاية. بس عشان يبان إنه حزين، تشينزو عمل نفسه سكران ومقهور بعد فراقه عن مينج، لكنه في الحقيقة كان بيمثل، وده خلى يوهوان تستغل الموقف وتحاول تتقرب منه. لكن قبل ما الصحفيين اللي مأجرينهم يوهوان يدخلوا، تشينزو لعبها بذكاء وخلى يوهوان تفقد وعيها، وبدل ما الصحفيين يلاقوه معاها لقوه مع مينج. وهنا تشينزو صرح قدام الكل إن الشخص اللي بيحبه هو مينج مش يوهوان. بعد اللي حصل تشينزو ومينج رجعوا لبعض، لكن المرة دي مش بسبب عقد زواج مزيف، لا، بسبب مشاعرهم الحقيقية لبعض. بعدها تشينزو واجه يوهوان وحذرها إنها ما تعملش كده تاني، لأنه كان بيعتبرها زي أخته، خصوصاً بعد ما جدها المتوفي وصى عليه يرعاها. في الوقت ده مينج كانت بتواجه أزمة مالية كبيرة، لأنها ما قدرتش تحصل على تمويل من مجموعة جيانج نان، فاضطرت ترهن بيتها علشان تقدر تدفع رواتب الموظفين. طبعاً أهلها انفجروا فيها غضباً، خصوصاً أمها. لكن لحسن الحظ تشينزو ظهر في اللحظة المناسبة، وكان معاه شهادة ملكية البيت، لأنه دفع كل الفلوس اللي كانت مطلوبة وفك الرهن. هنا مينج بدأت تستوعب إن تشينزو مش مجرد حارس أمن عادي، وبدأت تشك في هويته الحقيقية. وفعلا اتضح إنه الوريث الشرعي لعيلة تشين أغنى عيلة في البلد. العلاقة بينهم بقت أقوى، بس بنفس الوقت مينج بقت أكتر فضولاً تعرف تشينزو مين بالظبط. فجأة تشينزو استلم مكالمة من جاكي اللي قاله إنه خطف يوهوان وطلب منه يجي فوراً لو عايز ينقذها. طبعاً تشينزو ما قدرش يتجاهل الموضوع، لأنه كان خايف يحصل حاجة وحشة ليوهوان اللي هي حفيدة صديقه الراحل. لما وصل تشينزو اكتشف إن جاكي كان عامل له فخ وربطه، وهدده إنه مش هيسيب يوهوان إلا لما تمضي على أوراق نقل ملكية أسهمها في جيانج نان علشان يصبح هو القائد الجديد للمجموعة. ولأن يوهوان كانت مستعدة تضحي بأي حاجة علشان تنقذ تشينزو، وافقت ومضت على العقد. لكن بعد ما جاكي أخذ الأوراق ومشي، تشينزو قدر يحرر نفسه، وساعتها فهم إن كل ده كان مجرد تمثيلية بين جاكي ويوهوان، والغرض الحقيقي منها كان الضغط عليه علشان يكون مع يوهوان. لما واجهها بالحقيقة، يوهوان ما لقتش كلام تقوله، لأنها اكتشفت إنه كشف لعبتها كلها. لكن الصدمة الأكبر حصلت تاني يوم. يوهوان اتفاجئت إن جاكي خدعها، لأنه بعد ما أخذ الأسهم أصدر قرار رسمي بطردها من المجموعة، وبقى هو القائد الفعلي لجيانج نان، وإن هيبدأ يدمر حياة مينج وتشينزو، وإن الحرب على وشك إنها تبدأ. في بيت مينج كانت قاعدة مستمتعة بوقتها مع تشينزو، لحد ما يوهوان ظهرت فجأة وهي بتعيط. كانت محطمة تماماً بسبب الخيانة اللي تعرضت لها من جاكي، وعرفت أخيراً إنها تلعب بيها. وبعد ما شافت طيبة تشينزو ومينج معاها، وعدت إنها هتستثمر في فندق مينج، بس بشرط إنها تسترجع ملكيتها للمجموعة. وهنا تشينزو استخدم المستندات اللي تثبت إن المجموعة بتاعة يوهوان فعلاً والوريثة الحقيقية لباك جوانج، وطرد جاكي منها. بعدها وهو في شغله كحارس أمن شرب مية، لكن فجأة وقع فاقد الوعي، وطلع إن جاكي هو اللي دسله مخدر علشان يعمى مؤقتاً. وكل ده كان بأمر من تشينيو. لكن لما جاكي شاف وجه تشينيو اتصدم، لأنه كان شبه تشينزو جداً. بعدين لما تشينزو رجع مع مينج، فجأة جاكي خطف مينج علشان يعتدي عليها، لكن لحسن الحظ تشينزو وصل في آخر لحظة وأنقذها. ووقتها اتضح إنه كان بيمثل إنه أعمى علشان يكشف المؤامرة. بعد ما عرف إن أخوه تشينيو هو المخطط الأساسي لكل ده، قرر يسيب جاكي يروح بدل ما يقتله. لكن الكارثة إن جاكي كان مدي مينج دواء غريب، فطلبت من تشينزو إنه يكتشف نوعه. بعد التحليل عرف إنه دواء محو الذكريات، وهنا تشينزو صدم، لأنه شك إن الدواء ده هو السبب اللي خلى مينج تنسى اللي حصل قبل سنة، لما كانت الشاهدة الوحيدة على مقتل أمه. لما مينج افتكرت الماضي، حكت لتشينزو إن اللي قتل أمه كان شكله شبهه جداً. وهنا تشينزو صدم أكتر، لأنه فهم إن القاتل هو أخوه تشينيو. لكن في الأول ما كانش قادر يصدق إن أخوه ممكن يقتل أمه بدم بارد، لحد ما تشينيو اعترف بنفسه، وده كان لما بيروح يقابله على انفراد. الموضوع انفجر لمواجهة دامية بين تشينزو وأخوه، والقتال بينهم كان عنيف جداً، لحد ما وقعوا هما الاتنين واتنقلوا المستشفى هما الاتنين. لكن هنا حصلت أخطر مفاجأة. تشينزو الحقيقي فقد ذاكرته مؤقتاً، وده كان فرصة ذهبية لتشينيو، فقرر يستغل الموقف ويتقمص شخصيته عشان يسيطر على كل حاجة كانت ملك شينزو، بما فيها حبيبته مينج. تشينيو بدأ يدي تشينزو الحقيقي أدوية علشان يخليه يفقد ذاكرته للأبد ويبقى تحت سيطرته. لكن مينج بدأت تحس إن في حاجة غلط،
لأن شينزو المزيف بقى شخص عصبي وعدواني على عكس شينزو الحقيقي اللي كانت تعرفه. الأمور اتعقدت أكتر لما فجأة شينزو الحقيقي ظهر قدام مينج. ساعتها مينج اتلخبطت تماماً لأنها بقت شايفة نسختين من شينزو وبدأت تلاحظ الفروقات بينهم، وده خلى تشينيو يغضب جداً لأنه حس إن خطته اتكشفت، وده خلى مينج تحس إن في حاجة غلط. وكمان الناس اللي قريبة من شينزو الحقيقي بقوا شاكين إن في حاجة مش طبيعية، وده خلى تنكر شينيو يبقى أصعب. في نفس الوقت تشينزو الحقيقي كان بيتعرض لضغط نفسي شديد لدرجة إنه بدأ يحس باليأس بسبب الحكايات اللي سمعها عن اللي عمله تشينيو، وده خلى تصرفاته تتغير وبقى عصبي وعدواني زي تشينيو الحقيقي. بس لحسن الحظ قدر يفوق ويفهم إن كل ده خطأ عشان شينيو يسرق هويته. شينزو الحقيقي قرر يقلب الطاولة على تشينيو وطلب من مانج يراقب مينج ويحميها 24 ساعة، لأن الشخص اللي جنبها مش هو تشينزو الحقيقي، وإنه شينيو المتنكر في شخصيته. وبدأ شينزو يراقب أخوه عشان يعرف بيخطط لإيه بالظبط. وبعدها في اللحظة اللي كان فيها تشينيو المتنكر على وشك يتقدم لمينج، ظهرت شينزو الحقيقي قدامه بهوية شينيو، وكان معاه بنت اسمها موزي، وده خلى تشينيو اللي متنكر يتوتر جدا واتكشف أمره فورا. وبنشوف الصدمة الكبيرة إن موزي طلعت الحبيبة الحقيقية لتشينيو. الخطة دي كانت مدبرة بالكامل من تشينزو الحقيقي علشان يفضح تشينيو ويسترجع هويته الحقيقية قدام الكل. وهنا مين بدأت تفوق وتلاحظ إن الشخص اللي قدامها هو تشينزو الحقيقي مش المزيف، خصوصاً بعد ما شافت تصرفاته الطبيعية اللي اتعودت عليها. وهنا نكتشف سر جديد، موزي مش بنت عادية، دي بنت بالتبني من عيلة تشين، وكان في وصية قديمة من الجدة بتقول إن أي حد من الأحفاد عايز يكون رئيس العيلة لازم يتجوزها. لكن تشينزو رفض الفكرة دي تماماً لأنه مش عايز جواز إجباري، وعايز يتجوز مينج اللي بيحبها بجد. وكمان لو بقى رئيس العيلة هيغير القوانين القديمة ويخلي الاختيار للجيل الجديد بحرية. لكن رغم كل ده مين كانت لسه متلخبطة، مش قادرة تحدد مين تشينزو الحقيقي. هل هو اللي قدامها دلوقتي ولا اللي كان مهتم بيها طول الوقت ودايما بيحميها؟ أما بالنسبة لتشينيو فكان بيحاول يستغل مينج لصالحه، بس كل مرة يطلب منها حاجة كانت بترفض لأنها لسه مش متأكدة من مشاعرها ومين الشخص اللي بجد يحبها. وفي الوقت ده شينزو الحقيقي قرر يفضل قريب منها أكتر، فراح بات في الفندق اللي هي فيه علشان يفضل جنبها ويحميها. أما تشينيو المزيف بدأ يتوتر أكتر وفضل يتعصب على مساعده اللي فشل في السيطرة على تشينزو الحقيقي، لكنه اتفاجئ لما موزي هدته وقربت منه واستغلته بكلامها المعسول عشان يفضل تحت سيطرتها. وفي الفندق مينج قالت لتشينزو إنها عرفت الحقيقة كلها، وإنه كان متنكر في شخصية تشينيو علشان ينتقم منه بعد ما الأخير تنكر في هويته الأصلية. لكن تشينزو الحقيقي ما ردش عليها وفضل ساكت. لكن مينج لقت مفاجأة خطيرة وهي قاعدة في البيت، لقت ميموري كارد في محفظة تشينيو، والمحتوى اللي فيها كان دليل قاطع على جريمة قتل ارتكبها قبل سنة. بس قبل ما شينيو يحاول يسترجع الميموري كارد ويمحي الدليل الوحيد اللي ضده، شينزو وصل في آخر لحظة وراح ضربه ضرب محترم. وبعدها شينزو ومينج شافوا الدليل بعينيهم. الفيديو كان بيثبت إن شينيو قتل شريكه في البزنس، وأمه شافت الجريمة بالصدفة لكنه زقها بالغلط ووقعت من فوق الجبل وماتت هي كمان. والصدمة الأكبر إن في اللحظة دي مين كانت شاهدة على كل حاجة، وده اللي خلى تشينيو يحاول يمسح ذاكرتها طول الفترة اللي فاتت لأنها الشاهد الأساسي على جرايم. بعد المواجهة دي تشينيو وتشينزو رجعوا لهوياتهم الحقيقية، وتشينزو كان فرحان جدا إنه رجع لمينج اللي بيحبها بجد، ومين كانت سعيدة إنها أخيرا بقت معاه تاني. لكن المشاكل لسه مخلصتش. في يوم بعد ما مينج نامت من التعب بعد التمرين الرياضي، شينزو جاله خبر مهم جدا وجرى بسرعة على المكان. هناك كان ناوي يواجه تشينيو اللي كان السبب في مقتل أمه، لكنه اتصدم لما مينج ظهرت فجأة، وده خلاه يتراجع لأنه خاف إن تشينيو يأذيها. ورغم إنهم إخوات إلا إن شخصياتهم مختلفة تماماً. شينزو بيكون مستغرب جداً من تصرفات مينج، لكن مساعد شينيو بيقول لشينزو إن شينيو قال له إنه يدي مينج دواء خلاها تفقد ذاكرتها وتنسى شينزو، وده سمح لتشينيو إنه يغسل دماغها ويخليها تفتكر إنه هو تشينزو الحقيقي. لكن لحسن الحظ تشينزو اللي كان هربان من رجال تشينيو تم إنقاذه بفضل يوهوان، وبيطلب منها تساعده في إنقاذ مينج اللي كان أكيد تشينيو عندها في البيت دلوقتي. ومع وصول يوهوان خطة تشينيو انهارت تماماً، خصوصاً لما يوهوان طلبت من مينج إنها تنام معاها عشان تحميها، وده منع تشينيو من إنه يعمل أي حاجة. تاني يوم أثناء الفطار
يوهوان اديت مينغ ساعة فيها زرار إنذار، وقالت ليها لو حسيتي بأي خطر دوسي على الزرار وشينزو هيجيلك على طول. في الوقت نفسه شينزو قرر إنه ينتقم من شينيو بشكل نهائي، فخطط إنه يتعاون مع موزي لإسقاطه، لأنه كان السبب في تلطيخ سمعة عائلة شين بقتل أمه. وأخيراً شينزو جمع الأدلة اللي تثبت جرائم شينيو، وده كان كفاية علشان يحبسوه أو حتى يخلصوا عليه للأبد. شينيو كان بيخطط في وجود موزي إنه لازم يخلص على مينغ المرة دي، والمساعد بتاعه كان بيحاول يقنعه ما يعملش كده، لكنه ما سمعش كلامه وبدأ بالتنفيذ. وفي اللحظة الحاسمة مينغ استخدمت زرار الإنذار ونجحت في الهروب من سيطرة شينيو اللي كان بيحاول يغسل دماغها تاني. وهنا حصلت مفاجأة، جاكي ضربت شينيو على راسه وخلاه يفقد وعيه واتنقل للمستشفى. أما تشينزو ومينغ فرقوا لبعض، لكن الغريب إن تشينيو كان فاقد الوعي بتمثيل علشان يستغل الفرصة ويرتب خطة جديدة. في عائلة شين بدأ جدال جديد، لأن شينزو باعتباره وريث العيلة لازم يتجوز موزي مش مينغ، لكن شينزو رفض كلام جدته بشدة وأصر إنه هيتجوز مينغ مهما حصل. وده خلى الجدة وموزي يحاولوا يدمروا فندق مينغ كنوع من الانتقام، لكن مينغ كانت ذكية وعرفت تتصرف بحكمة وأفشلت خطتهم. وفي اللحظة المناسبة شينزو عرض عليها الزواج قدام يوهوان ومانغ، ومينغ وافقت على طول. لكن المشاكل رجعت تاني، لأن عائلة شين ما زالت بتحاول تدمر فندق مينغ، ودي كانت خطة جديدة من جدته اللي لسه مش معترفة بعلاقتهم. لكن كل ده راح على الفاضي، لأن كل المؤامرات دي بس بتقوي علاقتهم بدل ما تفرقهم. ورغم أي مشاكل شينزو ومينغ هيبقوا مع بعض مهما حصل. وفي النهاية الفندق رجع لملكه الأصلي، وموزي ما قدرتش تعمل أي حاجة، لأن مينغ بقت مدعومة بالكامل من شينزو ورئيس عائلة شين الحقيقي، اللي أصبح رسمياً رئيس عائلة شين، وكمان سيطر على كل البيزنس بتاع العيلة. والجدة اضطرت تعترف بيهم في الآخر. شينزو بقى شخص ناجح جداً، وحتى كان محط أنظار 3 ستات، مينغ، يوهوان وموزي. لكن في الآخر اختار مينغ لأنها الحب الحقيقي في حياته، وهي كمان كان اختيارها واضح. لكن فجأة شينزو اتصدم لما وصلوا خبر وفاة الجدة شين. أثناء مراسم الجنازة لقب رئيس العيلة اتنقل بشكل مؤقت لتشينزو باعتباره الوريث الشرعي. لكن المفاجأة إن مينغ بدأت تحس بالغيرة لما شافت إن موزي هي اللي بتهون على تشينزو وحزنه. لكن الحقيقة كل ده كان جزء من خطة محكمة. تشينزو وموزي كانوا مجهزين الضربة القاضية ضد شينيو اللي دلوقتي تعافى من إصابته، وكان مستعد ينتقم بأي طريقة. وفي اللحظة اللي كانوا بيعلنوا فيها رسمياً إن تشينزو هو رئيس العيلة، شينيو اقتحم المكان فجأة ومسك مينغ كرهينة. لكن ده بيكون فخ. شينزو وموزي كانوا مخططين لكل ده، ولما الوقت بقى مناسب موزي استغلت الفرصة وطعنته. رغم إنها كانت بتحبه إلا إنها ما قدرتش تسامحه، لأنه قتل أمه بدم بارد. في النهاية الأم هي أهم حاجة في الدنيا، ومحدش يستاهل يعيش لو قدر يأذي أمه. الدنيا استقرت أخيراً، وكل حاجة رجعت لمكانها الصح لما تشينزو ومينغ وكل طاقم الفندق اتصوروا مع بعض وهم بيحتفلوا بانتصارهم، وكشفهم لحقيقة مقتل والدة تشينزو. رغم إنه بقى أغنى شخص ورئيس عيلة شين، إلا إنه قرر يفضل يشتغل كحارس في فندق مينغ لأنه مش ناسي حياته القديمة. الدرس من القصة: عيش حياتك زي ما أنت عايز، لكن خلي نجاحك يكون بمجهودك، وما تحاولش تفرض قراراتك على حد. والأهم ما تعتمدش على غيرك في كل حاجة، لأن في النهاية المسؤول الوحيد عن حياتك هو أنت. شكراً لكم على المتابعة. اكتبوا لنا رأيكم عن المسلسل في التعليقات. سلام.